السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي الحلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة فيديو جديد هنبدأ كده لتجهيزات رمضان. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. بدأنا سلسلة وإن شاء الله نكملها مع بعض. هنجهز النهاردة البسلة مع الجزر، هنفرزها مع بعض بطريقة سليمة جدا جدا. هنعملها مع بعض من الألف للياء ونشوف احنا هنخزنها ازاي مع بعض. يلا بينا نسمي بسم الله ونبدأ الفيديو بتاعنا. يلا بينا، بس فضلا وليس أمرا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصل لكم مني كل جديد. معايا دي البسلة بتاعتي، جبتها من السوق، جميلة جدا. والجزر برضو، فيديو المشتريات من السوق ده انا صورته لكم. سعرها حلو قوي قوي في السوق، وسعر الجزر برضو حلو في السوق اليومين دول. الحاجة مش غالية ابدا، فنستغل بقى الاسعار الحلوة دي، وان الحاجة متوفرة وكتيرة وما شاء الله حلوة واسعارها حلوة. انا مش عارفة ليه الضوء هو بيعمل كده في الكاميرا، مش عارفة، بس هي لونها اخضر وجميل ما شاء الله. بدأت كده افصص فيها كده معاكم، او افرط فيها زي انتوا ما بتسموها، يعني اشيلها من القشر بتاعها زي ما انتوا شايفين كده. مش عارفة ليه، زي ما بقولك ليه الكاميرا بتجيب لونها اصفر كده مصفر، بس هي لا، لونها اخضر وجميل ما شاء الله. حلوة قوي قوي قوي. ده بيعكس مع الضوء على فكرة، ده عكس كده الكاميرا مع الضوء فقط لا غير، لكن هي لونها حلو قوي قوي. عشان كده انا لما لقيتها في السوق متوفرة ما شاء الله، قلنا بقى ايه، نفرز حاجتنا كده رمضان مع بعض. يلا كده كلنا ايه، نتنشط، وكل ما نجيب حاجة كده نشيل منها كمية رمضان، لان الاسعار حلوة قوي ما شاء الله. وعلشان برضو ما يجيش عليك رمضان تحسي نفسك ان انت ايه، يعني المصاريف كتير، لان كلنا عارفين ان ايه، رمضان يعني ما شاء الله هو شهر الخير، بس مصاريفه بتكون كتير شوية، وكلنا عارفين دلوقتي الدنيا ماشية ازاي. فنبدأ نجهز مع بعض واحدة واحدة كده ان شاء الله، على ما يجي علينا رمضان نكون مفرزين كل حاجة ومجهزين كل حاجة. كل عام وانتم بخير يا أغلى إخوات وأغلى عيلة في الدنيا كلها، وأغلى أصدقاء. بحبكم جدا جدا في الله، وبشكركم جدا جدا على تعليقاتكم اللي بتفرحني وبتحفزني دايما. بحبكم جدا جدا طبعا، زي ما انتوا بتحبوني وأكتر كمان مليون مرة. بصوا كده، فرطتها كلها بالشكل ده ما شاء الله، خضرة وجميلة ما شاء الله. وعلى فكرة عايزة اقول لكم طرية جدا جدا، وطعمها مسكر كمان، لدرجة ان انا عمر اولادي ما مثلا جات حباية ببقهم كده والبسلة نية ابدا وكلوها. المرة دي ما شاء الله منها طرية قوي ومسكرة، يعني هي الفترة دي مسكرة. فاللي عايز تفرز معايا اليومين دول هتعجبكم قوي قوي قوي. ومعايا الجزر بقى كده بقشره. طبعا احنا كلنا عارفين بنقشر الجزر ازاي، بس انا في فيديو اول عن اخر حبيت ان انا اعمله معاكم، لاجل ان احنا نحفز بعض ونشجع بعض كده، كل حاجة نعملها مع بعض. بصوا بقشر كده الجزر بتاعي زي ما انت شايفة كده. طبعا اسعار كل حاجة كنت انا قايلها لك في الفيديو اللي انا نزلت جبت حاجتي من السوق فيه الحاجات دي. لو حابين اسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف، تبقوا تدخلوا تشوفوا الاسعار برضو. لو حابين ان انتوا تطلعوا على الاسعار هسيب لكم اللينك بتاع المشتريات بتاعت السوق في صندوق الوصف. كده بقشر الجزر بتاعي كده بالشكل ده. وطبعا ملك جنب مني عايزه اقول لكم ان هي شغاله تاكل في البسله. ملك شغاله تاكل، انا يعني يا بنتي بس ما فيش بس.
تقولي مسكرة قوي يا ماما. سبحان الله، عمرهم في حياتهم لا يعني البسلة دي ما اكلوها كده، بس هي ما شاء الله مسكرة جدا، علشان كده حبوها. بصي هبدأ بقى اقسم الجزراية كده بالشكل ده. طبعا كلنا عارفين شكل الجزر اللي احنا بنستخدمه في البسلة بيكون يعني على شكل كده مكعب كده صغير. الحجم بقى اللي انتي بتفضليه، في ناس بتحبه صغير قوي قوي، انا بحبه يعني في البسلة يكون يعني مش صغير قوي ولا هو كبير قوي كده. المكعب زي ما انتي شايفة كده يكون قدامك يعني حجمه معقول بالشكل ده. وهقطع كده الجزر معاكي واحدة بواحدة. عايزين بقى يعني كده نبدأ سلسلة تفريزات رمضان كلها مع بعض. عامله لكم المخللات وعامله لكم الفاكهة كمان، كل حاجة لتفريزات رمضان هعملها معاكم ان شاء الله. كل عام وانتم بألف خير، وكل رمضان وانتم بخير يا اغلى اخوات واغلى اصدقاء واغلى متابعين كمان في الدنيا كلها. بحبكم جدا في الله، وبشكركم لدعمكم المستمر ليا وعلى تعليقاتكم اللي بتحفزني دايما. شكل الجزر ما شاء الله، انا بحب الحاجات الالوان الحلوة دي. بصوا كده بوريكم اني انا قد ايه قطعته كده الحجم ده. طبعا زي ما قلت لكم التقطيعه دي الحجم اللي انتوا تفضلوه. اكتشفت ان في ناس بتقطعه صغير قوي 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 للبسله، انا مش بحب كده. كده البسله اهي جاهزه معايا، وده كده الجزر جاهز معايا. الاكياس بقى بتاعه التلاجة اللي انتوا تفضلوها او المتوفره عندكم، وتكيسوا بقى على قد الأكلة بتاعتكم. طبعا كلنا عارفين ان الأكل لما بيكون كتير في رمضان حرام ان هو يترمي، فخلي بالك من النقطة دي برضو. أحب أقولها لك، شيلي الحاجة على قد طبختك انتي، يعني شوفي انتوا كام شخص في البيت وشيلي الحاجة على قد طبختك. ليه بقى؟ لأني كمان في رمضان مش بتعملي نوع واحد، بتعملي كذا نوع جنب بعض. فراعي النقطة دي ان انتي ما تكيسيش الاكياس كبيرة علشان ما يكونش فيه تبذير. نحاول نوفر على قد ما نقدر كده بالشكل ده. يعني انتي شيلي على قد الاكلة بتاعتك، على قد الوجبة بتاعتك. ولو حبيتي يعني ومثلا جايلك ضيوف او عزومة او كده، ممكن تطلعي كيسين. فلاحظي النقطة دي. بصي انا كيست كده الاكياس بتاعتي زي ما انتي شايفة. بصي بقى ملحوظة، الكيس طلعي منه الهواء تماما، ما تخليش فيه اي نقطة هواء. عشان ايه يا ام ملك؟ علشان نحافظ على البسلة بتاعتنا والجزر بتاعنا. شايفة الكيس من كتر ما هو مفيهوش ولا نقطة من الهواء تحسي ان هو جامد معاكي، لكن لو في اي نقطة من الهواء تحسي ان الحاجة بتجري جوه الكيس كده. تمام؟ طلعي الهواء كويس جدا جدا علشان حاجتك تفضل كويسة وتحفظيها بطريقة كويسة اكتر وقت ممكن. بصي قد ايه الكيس البسلة تحسيها ان هي جمدت، عشان احنا سحبنا كل الهواء من الكيس. بصي بالشكل اللي انت شايفاه قدامك ده، ما تخليش اي هوا خالص 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 في الكيس، علشان الحاجة بتاعتك تحافظي عليها بطريقة كويسة وتحافظي عليها اكتر وقت ممكن زي انا ما قلتلك. ويا رب الفيديو يكون خفيف عليكم، وان شاء الله نكمل مع بعض بقية تفريزات رمضان بكل سهولة بإذن الله يا رب العالمين. كل سنة وانتم طيبين مرة تانية. يا رب الفيديو يكون خفيف عليكم. ده كده كان الفيديو بتاعي النهاردة. لو عجبكم فضلا وليس أمرا ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم مني كل جديد، واستنوني فيديو جديد.